صباح الفل او مساء الفل على حسب ما تشوف الفيديو دوت. النهارده باذن الله هنتكلم على برنامج تابلو. طيب، في طريقه شرحي عامه انا مش بشرح ستيب باي ستيب او ببوينت لحته مثلا النهارده فانكشن او بعد كده هتبقى داشبورد وهكذا الى اخره. لا، انا بشرح كل حاجه عن البرنامج في اول سيشن. ازاي اول حاجه في البرنامج في اول سيشن؟ طيب، نفترض ان تابلو دوت فيه 5 نقط. سي مثلا نفترض ان في نقط زي الاجريجيشن ونقط تانية زي الداشبورد ونقط تانية زي الشيتس والحاجات دي كلها. هبدأ اشرح لك من كل بوينت ديت بوينت واحدة. طب ليه؟ عشان اديك الشكل للبرنامج كمجمل، عشان بعد كده في السيشن اللي جايه واللي بعدها نبدأ نطور من البوينتس اللي احنا خدناها. يعني انا مثلا شرحت النهارده نفترض جزء من الداشبورد. السيشن الجايه ادفانسد في البوينت ديت. السيشن اللي بعدها هسيبك انت بقى ان انت تطور اكتر فيها وهديك بوينتس اكتر فيها ادفانسد، وهكذا. طب ليه؟ عشان يكون في صورة في دماغك عاملة شكل شامل للبرنامج. ما جيش اقول لك والله النهارده داشبورد اول مرة تسمعها واديها لك من A to Z، مش هتستوعب. فهي الفكرة في طريقة شرحي كده. طيب، اول خطوه احنا بنعملها عشان ننزل برنامج تابلو، احنا طبعا بنشتغل على تابلو بابليك. طيب، الخطوه الاولانيه اللي احنا بنعملها بنبدا ننزل البرنامج. بنروح على الويب سايت اللي انا هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن. بتخش على الويب سايت بالطريقه ديت، بتبدا تكتب بياناتك، الاسم اسمك ايه، اسم الوالد ايه، وهكذا الى اخره، والميل بتاعك، وتبدا تكتب انت ستودنت ولا تيتشر ولا ايه بالظبط، والدوله بتاعتك. وبعد كده تدوس على داونلود بيبدا ينزل لك البرنامج. طيب، بعد ما ينزل البرنامج على طول بتبدأ تعمل له انستول بالطريقة الطبيعية جدا، وبعد كده بيتسطب معاك عادي. نروح نفتح البرنامج. طيب، لما نفتح برنامج تابلو بيظهر لي بالوجه دوت. الواجهة ديت بمنتهى البساطة، انت عندك على الشمال هنا كونكت، تقدر تربط او تقدر تجيب فايلات تشتغل بيها على تابلو. فايلات زي ايه؟ زي فايلات الاكسل، امتدادات الاكسل، او تكست فايل زي ايه، زي امتدادات السي اس في، او جيسون، او مايكروسوفت اكسس، او بي دي اف. وعندك كذا سورس تاني تقدر تجيب منه. تقدر برضو تكونكت على سيرفر، تبدأ تجيب الداتا وتبدأ تشتغل. طيب، هل في سورسز اكتر؟ اه، بس مش في النسخة البابليك، في نسخ تانية. طيب، في الجزء اللي عندنا على اليمين دوت، لو حضرتك عايز تتعلم من فيديوز معينه الكلام ده تابلو بيبدا يساعدك، يقول لك والله انت ممكن تشوف فيديو هنا تبدا تتعلم بيه تابلو، تقدر تشتغل الكلام ده كله. فمن الجزء اللي عندنا على اليمين. طيب، دي الواجهه السريعه عن تابلو. طيب، نفترض دلوقتي انا معايا داتا وعايز ارفعها على برنامج تابلو، عايز اشتغل على تابلو دلوقتي. ارفع الداتا دي ازاي؟ طيب، انا عايز دلوقتي الداتا اللي معايا ديت اللي انا هشتغل عليها النهارده دي داتا بامتداد السي اس في. طيب، دلوقتي هروح عندي هنا هقول له والله انا هرفع داتا تكست فايل بامتداد السي اس في يعني. بدوس عليها، بيقول لي الفايلات بتاعتك فين. طيب، انا مبدئيا عندي الفايل ده ماركت تويز، انا هبدا اشتغل عليه. انا عندي 3 فايل، انا عندي 3 فايل. طيب، نفترض مثلا ان انا هرفع اول فايل، الفايل اللي هو البرودكتس. ببدا ادوس عليه واقول له اوكي او اوبن، فبيبدا يترفع معايا. زي ما انتم شايفين هو رفع لي الفايل هنا. زي ما انتم شايفين رفع لي الفايل هنا. طب ايه الواجهه دي؟ الواجهه دي بمنتهى البساطه دوت الفايل اللي انا رفعته برودكتس. وهنا بيقول لي والله ده فيلدز بتاعتها، انت الكولمز اللي عندك ايه. طيب، هنا دي بريف للداتا بتاعتي، بيقول لي والله هنا برودكت اي دي، البرودكت نيم، برودكت كوست، البرايس، والكاتيجوري. طيب، دلوقتي عندي علامة الهاشتاج ديت، لو دوست عليها زي ما انتم شايفين ده بيقول لي التايب بتاع الكولم. يعني ممكن يقول لي هنا مثلا هنا نمبر بين قوسين هول، هنا مثلا نمبر ديسمال، هنا الديت ان تايم، وهكذا الى اخره. طيب، وهنا زي ما انتم شايفين ده سيمبل بسيط عن الداتا. ليه؟ لان انا رفعت الداتا فبيديني جاست اكزامبل عشان ابدا افهم الداتا اللي معايا دي ايه بالظبط. حضرتك حابب تعدل الداتا تايب، اكيد طبعا هتدوس على الهاشتاج وتبدا تختار الداتا تايب بتاعتك عشان هتفيدك. طيب، هل من المهم يا ادهم ان انا اعدل داتا تايب؟ اه طبعا، لازم تعدل داتا تايب. ليه؟ عشان نفترض لو عملت اجريجيشن كالكوليشن لحاجه معينه، فالداتا تايب ما تعملش معاك مشكله. يعني لو مثلا عندي هنا البرايس مثلا هول نمبر، وعندي الكوست مثلا تكست، فحضرتك مش هتعرف تطرح الاتنين من بعض. فانت لازم تركز قوي في البوينتس ديت، لازم تتشيك على الداتا بتاعتك عشان تبدأ تشتغل على التابلو وتعمل داشبورد صح. طيب، في بعض الأسئلة هتواجهكم هي، طيب أنا ممكن أعمل كليننج بالتابلو، طب أنا ما أعملش كليننج ليه بالتابلو، طب نتطرق للنقطة دي إزاي؟ طيب، خلينا متفقين إن برنامج تابلو هو برنامج بيعمل لي داشبورد. تمام. فحضرتك لازم تكون رافع الداتا، يعني من الأصح ترفع الداتا اوريدي كلينت.
اوريدي الداتا تكون سليمه، انت جاست انت داخل التارجت بتاعك تعمل داشبورد وهتخرج بس. ما تعملش بقى كليننج الكلام ده كله، لا تكون عامل الحاجات دي ببرامج تانية. سي مثلا بايثون، سي مثلا انت بتسحب الملفات من اس كيو ال، فالداتا اوريدي هتكون اصلا الداتا تايب بتاعتها مظبوطه، الدنيا هتكون فيها تمام. فبتبدا تظبط البوينتس تاني. طيب نخلي بالنا من بوينت تاني. انا دلوقتي لما جيت رفعت البرودكتس بيقول لي والله الفايلز بتاعتك او البرودكت دوت كان في فولدر، الفولدر فيه فايلات تانية زي السيلز والستور. طيب انا دلوقتي لو ما ظهرليش دول هنا، انا ممكن ارفع الفايلات التانية دي ازاي؟ بكل بساطة هتقول له اد من هنا وتختار السورس تاني زي مثلا تكست فايل، وتبدأ ترفع الملف التاني والتالت اللي هو السيلز والستور. طيب انا دلوقتي عايز ارفع السيلز، يعني انا دلوقتي حطيت دلوقتي البرودكتس عندي في التابلو، عايز ارفع جنبيه السيلز، اعمل ايه؟ دروب داون. طب ازاي؟ تبدأ تسحب السيلز كده وتحطها هنا في نيو باس تيبل. طيب لما انا جيت رفعتها فظهر لي الصوره اللي تحت اللي انتوا شايفينها دي. طيب في بعض الاحيان الداتا عندي مثلا زي الديت هنا مش ظابط معايا نل، لا هو مش نل، ممكن اجي هنا عندي على التايب وابدا اظبطه كديت بالصوره دي كده. فزي ما انتم شايفين ظهر معايا كديت، ظبطت الداتا تايب، نفس الفكره تشيك على الداتا تايب اللي بعد كده كاي دي في البرودكت في الستور في اليونت، ببدا اتشيك عشان ابدا اشتغل في البوينتس اللي بعدها. طيب الستور نفس الفكره، هبدا اسحبها واحطها هنا في نيو باس. طيب دلوقتي انا ظهر لي برضو الستور وسيمبل اكزامبل عن الستورز ديت وبيقول لي الداتا بتاعتها ايه. طيب انا لحد هنا خلصت؟ لا. نفترض ان انا عايز اعمل ريليشن شيب، عايز اربط التيبلز ببعضها. طيب انا عايز اربط السيلز مثلا بالبرودكت، تمام. باجي اسحب السيلز واضيفها هنا جنب البرودكتس اللي عندي. زي ما انتم شايفين ظهر لي لاين هنا، اللاين ده معناها ان فيها ريليشن شيب. طب ايه الريليشن شيب؟ لو بصيت تحت هنا بيقول لي والله هنا في البرودكتس عندك برودكت اي دي، هي هنا ايكوال السيلز برضو البرودكت اي دي في السيلز. طيب هو عمل ريليشن شيب بين البرودكت اي دي اللي في السيلز واللي في البرودكتس. طيب نبدا نتشيك، هل السيلز ديت اقدر اربطها بالستورز؟ اه فيها ستور اي دي، يبقى انا اسحب الستورز ديت اضيفها جنب السيلز بالصوره اللي انتم شايفينها. فانا كده عملت ريليشن شيب ما بين الثلاثه. ننتقل لبوينتس بعد كده. دلوقتي انا عايز اروح اعمل فيزواليزيشن، عايز اعمل داشبورد، عايز اعمل تشارت عشان ابدا اعمل داشبورد بتاعتي. اعملها ازاي؟ دلوقتي الموضوع يختلف عن الباور بي اي والاكسل شويه. ازاي الكلام ده؟ انا لما اجي اعمل تشارت لازم اعملها في حاجه اسمها شيت، فالشيت دوت هو اللي على اساسه باخده واحطه في الداشبورد بتاعتي. طب تعالى نشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. انا عندي تحت هنا الداتا سورس اللي انا فاتحها وشيت، وعندي حاجه تانية اسمها الداشبورد بتاعتي، وعندي الستوري. طيب عندي شيت 1 ونيو شيت لو انت عايز تعمل شيت جديد. طيب انا دلوقتي اروح لشيت 1. شيت 1 هيفتح لي الواجهه دي، نركز مع بعض بقى. شيت 1 هنا انا اقدر احط الداتا بتاعتي واعمل الفيجوال بتاعي او اعمل التشارت بتاعتي او اعمل الرسمه بتاعتي اللي انا هاخدها احطها في الداشبورد عندنا. طيب نفترض مثلا ان انا عايز اعمل على البرودكت كاتيجوري، فببدا اسحب البرودكت كاتيجوري من هنا. انا عندي هنا زي بالظبط الباور بي اي، عندي هنا التيبلز بتاعتي البرودكتس بالكولمز اللي فيها، السيلز بالكولمز اللي فيها، الستورز بالكولمز اللي فيها، وهكذا الى اخره. لو خدت بالك في خط هنا صغير بين كل داتا والتاني او كولمز والتاني، الخط دوت معناه ايه؟ بيقول لي والله ان اللي فوق دوت ده بالنسبه لنا تكست، حاجه تبدا تعمل عليها السمري بتاعك، واللي تحت دوت هو حاجات تقدر تضيفها ككاونت كصم كالكلام ده كله، تقدر تعمل له اجريجيشن بمعنى صح، زي بالظبط البيفت تيبل. بس هو هنا موضح لك الموضوع اكتر، بيقول لك الكلام ده ارقام تقدر تعمل عليها عمليات حسابيه. طيب لو انا عايز احط مثلا البرودكت بتاعي في الرو، فعندك حل من الاثنين، لا دروب داون على طول، هتيجي عند البرودكت كاتيجوري تسحبها في الرو عندك هنا فوق. طب تعالى نجرب. انا هاخد البرودكت كاتيجوري اضيفها هنا عندي، جاب لي البرودكت كاتيجوري وزي ما انتم شايفين فوق حط لي البرودكت كاتيجوري في الرو. طيب لو خدت البرودكت كاتيجوري ديت حطيتها في الكولم، دي بقت الصورة بقى عندي في الكولم عندي فوق. طيب انا هضيفها في الرو عادي عشان ابدا اشتغل. طيب انا دلوقتي حطيت البرودكت كاتيجوري، هو ايه الاي بي سي ديت؟ انا مش فاهم. طيب الاي بي سي ديت معناها ان هو دلوقتي بيقول لك انا هعمل لك سمري للكلام ده. هعمله لك ايه بقى؟ اظهر لك ايه هنا؟ حضرتك عايز اماونت ايه؟ عايز مثلا توتال سيلز؟ عايز كوانتيتي؟ عايز ايه بالظبط؟ هو دلوقتي ما وصلوش البوينت ديت.
طيب نفترض ان انا عايز اظهرها مثلا باليونتس، بعدد اليونتس. طيب اظهرها ازاي؟ بكل بساطه ان انا اجي هنا عندي على اليونتس، ابدا اسحبها واحطها على الاي بي سي. فزي ما انتم شايفين ضاف لي هنا توتال كل يونتس على حسب الكاتيجوري، واتضافت هنا قال لي ايه sum يونت. لو دوست على السهم دوت انت بيظهر لك كل حاجه ليها علاقه بالارقام بتاع اليونتس. عايز تعمل فورماتنج، عايز تعمل فلتر، الكلام ده كله بتبدا تشتغل بيه. هنا بيقول لي الميجر بتاعتي sum. لو حضرتك كمان عايز تظهر بالافريج مفيش مشكله، عايز تظهر بالمين بالماكس بجزء الكاونت بالديسكانت كاونت براحتك. طيب حلو قوي، انا عملت كده السمري. انا بقى عايز احول السمري دوت من تيبل الى شكل شارت. طب انا اعمله ازاي؟ عندي فوق هنا على اليمين حاجه اسمها شو مي. لو دوست عليها بيظهر لك كل الشارتس تقدر تشتغل بيها في تابلو. نفترض مثلا انا عايز اعملها كبار تشارت، بدوس على بار تشارت فبتبدا تتحول معايا زي ما انتم شايفين للبار تشارت. طيب من الحاجات المهمة اللي دايما بتكلم فيها سواء بقى في الكورسز عندي او في لينكد ان او ايا كان، ان انت لازم تظهر الارقام على كل داتا انت بتظهرها. يعني مثلا عندك الارت والالكترونيكس والجيمز، انا عايز اعرف دول عملوا كام. مش هاجي ابص مثلا هنا اقول والله هنا مثلا الجيمز قريبة من 200,000 فاقف عليها 194. لا، انا مش عايز اوصل للبوينت ديت، انا عايز الرقم يظهر لي هنا 194 على طول. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ كلمت برضو قبل كده الناس اللي هم خدوا معايا كورسز او بيكلموني، انا دايما بتكلم في بوينت ان ده اسمه ليبل. طيب اظهره ازاي؟ حضرتك تسأل نفسك سؤال، الارقام ديت جايه منين؟ جايه من اليونتس، من السام يونتس. طيب انا عندي دلوقتي حاجه ان انا ابدا اظهرها. عندي اليونتس هنا او اليونتس اللي هي اتحطت عندي في الكولم فوق هنا، ابدا اسحبها واحطها في الليبل. طيب لو جيت سحبتها من هنا ببدا اسحبها واحطها في الليبل عندي هنا، فبتبدا تظهر معايا الارقام زي ما انتم شايفين بالصوره ديت. طيب لو انا مثلا جيت عايز اشيل اليونت ديت او مش عايز اظهر الارقام اعمل ايه؟ ممكن تدوس كليك يمين وتعمل لها ريموف عادي جدا. طيب لو انا عايز اضيفها بقى من هنا، اسحب السام يونت ديت اضيفها في الليبل هنا. كل اللي عليا ان انا اقف على السام يونت ديت كليك شمال، بس قبل ما ادوس كليك شمال هدوس كنترول. كنترول كليك شمال وابدا اسحب، شايفين ظهر لي علامه البلس، ببدا اسحبها واضيفها فين؟ في الليبل. فبتبدا تضاف معايا هنا. ده شكل الصوره بتاعه البار تشارت اللي احنا عملناها. طيب هل في ايديتنج تاني ممكن نعمله؟ طبعا. انت هنا ممكن تتحكم في الكالر. طيب اتحكم في الكالر على اساس ايه؟ ممكن اتحكم في الكالر او نسبه التدريج في الالوان على اساس السم اوف يونت. بمعنى يعني مثلا ال 325 ديت تكون اللون فيها حاد شويه، مقابل ال 134 ديت يكون اللون فيها اقل، عشان دي فرق كبير في الارقام. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ برضو مش صام يونت، بس هنا بقى ادوس كنترول وادوس كليك شمال واسحبها واحطها بقى فين المره دي؟ في الكلر. بصوا الفرق عملت ازاي؟ بقت الصوره افضل. طب ممكن اتحكم كمان في السايز؟ طبعا. انا ممكن اسحب برضو السام يونت ديت احطها في السايز عندي هنا، فيبدا يجيب لي الحجم على حسب الرقم بتاعه. شايفين الفرق بين دوت ودوت؟ شايفين الفرق هنا؟ فهنا البوينتس اللي انا بتكلم فيها. انا عامه مش هيفرق معايا دلوقتي جزء السايز، فببدا ادلته. انا كفايه عليا البوينتس ديت. طيب في حاجة تانية أقدر أظبطها؟ طبعا. كلمة شيت 1 دوت ده الهيدر اللي بيظهر على الشارت بتاعتك. طيب أظبطه إزاي؟ والله ممكن أدوس عليه دبل كليك، طب فيظهر لي الواجهة اللي أنتوا شايفينها. طيب أنا ممكن أعمل إيه؟ أقول له مثلا اسم الشارت بتاعي دوت مثلا نسميه برودكت كاتيجوري بير يونتس بالطريقة دي كده. طيب بعد ما خلصت ممكن احدد الكلام ده كله واقول له والله انا عايز الكلمه دي تكون في المنتصف، تكون اكبر شويه مثلا ب 18، تكون بولد، وحط لي تحتيها خط بالصوره دي. دوست ابلاي اتعملت ورا، دوست اوكي الدنيا ظبطت معايا. طيب عندي كلمة يونتس اللي تحت ديت، لو حضرتك عايز تشيلها أو عايز تشيل الكلام اللي تحت ده كله كده بتدوس عليه كليك يمين، وممكن تقول له إيه شو هيدر ديت تبدأ تخفيها فتتشال معاك. طيب هل هي هتفيدني؟ لا مش هتفيدني. ليه؟ بالمنطقية. أنا دلوقتي فوق كتبت له في الهيدر ده برودكت كاتيجوري بير يونت، تمام؟ يعني مثلا كل برودكت كاتيجوري معاها كام يونت. طب حلو قوي. هنا باين عندي اسم البرودكت كاتيجوري وهنا الرقم، فأنا هحتاج الجزء اللي تحت ده ليه؟ أنا خلاص أنا فاهم، فمش محتاجة ازود مساحة عندي. فدي من التشارتس المهمة لازم تكون عندك. طيب خلصت التشارت، انا ممكن بكل بساطة اجي على شيت 1 ديت ادوس عليها دبل كليك واقول له والله الشيت دوت اسمه برودكت كاتيجوري بير يونت. طيب
خلصت الشيت ده الدنيا تمام خلاص، افتح شيت تاني جنبه، ادوس على البلاس اللي جنبيه ديت، ده كده شيت 2. طيب شيت 2، نفترض ان انا عايز اظهر فيه حاجه باللوكيشن. طب نفترض نظهر ايه مثلا؟ اقول مثلا اجي هنا اقول له على اللوكيشن في الستورز مثلا عندي، اقول له ستور لوكيشن، ابدا اسحبها واضيفها عندي هنا فظهر لي فور لوكيشن. طيب نفترض الفور لوكيشن دول بقى انا عايز اعمل توتال برايس. لو خدت بالك هنا بيقول لك هنا برودكت برايس وهنا برودكت كوست، بس انا ما عنديش هنا التوتال بتاع البرايس. طب يا ادهم ما تسحب وتضيف هنا على طول البرودكت برايس؟ لا، خلي بالك هنا بيقول لك البرايس على اساس المنتج مش توتال البيع. يعني البرايس دوت لازم يتضرب في اليونتس اللي عندي هنا عشان اعرف توتال السيلز كام. طيب انا اعمل الكلام ده ازاي؟ في حاجه هنا زي الميجر في الباور بي اي بنبدا نعملها، بنعمل كالكوليت. طب ازاي الكلام ده بيتعمل؟ بنيجي فوق عندي على اناليسيز هنا في التابه بتاعت اناليسيز، بنزل تحت شويه بلاقي عندي كرييت كالكوليت فيلد. طيب بدوس عليها، بيقول لي والله انت اسم الكالكوليشن اللي انت عايز تعمله ايه؟ اقول له والله اسمه توتال سيلز، بالطريقه دي كده. تمام. طيب حضرتك هنا بقى مش هاجي اقول لك انت هتكتب المعادله، لا هي مش معادله، ده حاجه اجريجيشن بسيطه. طب هتعملها ازاي؟ انا مثلا عايز اعمل ايه في ايه؟ عايز اعمل البرودكت برايس في اليونت، صح؟ هاجي هنا عند برودكت برايس ابدا اسحبها دروب داون هنا، اتضافت معايا، اعمل علامه الستار او النجمه دي علامه الضرب، وبعد كده اسحب اليونت واضيفها هنا، فعملت معايا. بمجرد ان انا ادوس ابلاي هترن معايا. طب يا ادهم هل في معادلات اصلا في تابلو؟ اه طبعا. لو دوست على السهم ده كده هيظهر لك كذا معادله ممكن بقى تشتغل بيهم براحتك. تمام. بس دي هنتطرق ليها في وقت تاني. طيب انا خلصت البوينتس ديت، بدوس اوكي، اتعملت معايا هنا توتال سيلز اهي في الميجر تحت، ببدا اسحبها واضيفها على اي بي سي، فتبدا تضاف معايا توتال سيلز كل لوكيشن كان كام. طيب حلو قوي. طيب عايزين نقلب الكلام ده ليه بقى؟ للتشارت عشان نقدر نظهرها. زي ما اتفقنا هنروح عندنا فوق لشو مي من هنا. انا مثلا هعملها باي شارت، فبدوس على باي شارت فبتبدا تظهر معايا بالصوره ديت. بس الصوره دي زي ما انتم شايفين الباي شارت صغيره جدا، انا عايز اخلي الباي شارت بحجم الشيت كله. طب اعمله ازاي؟ عندي فوق هنا حاجه اسمها ستاندرد، بتدوس عليها وتدوس على انترفيو اخر واحده، فبيبدا الصوره توسع معاك بالصوره اللي انتوا شايفينها ديت. طيب دلوقتي انا عايز اظهر الارقام، الرقم اللي طلع التوتال سيلز بتاعي. طب الكلام ده اظهره ازاي؟ انا دلوقتي التوتال سيلز عندي هنا اهي، فببدا ادوس عليها او ادوس كنترول واسحبها احطها في الليبل فبتبدا تظهر معايا. طيب انا برضو مش فاهم ده ايه وده ايه وده ايه. ممكن تبص عندك هنا على الشمال او سوري على اليمين، بتلاقي هنا الستور لوكيشن، بتلاقي اللوكيشن كل لوكيشن هنا باللون معين. طيب برضو انا مش عاجبني الكلام ده. طب اتفقنا دي ليبل، انا ممكن اضيف فيها كمان الاسم او اضيف الرقم او اضيف اي حاجه. طيب عشان تظهر لي في الشارت بتاعتي فباجي على الستور لوكيشن اللي هو الاسم بتاع اللوكيشن، وادوس كنترول وكليك شمال واسحب واحطها فين؟ في الليبل. فيبدا يظهر والله الرقم دوت تبع ايه، الرقم ده تبع ايه، وهكذا الى اخره. طب نفترض حضرتك عايز تغير التنسيق الفورماتنج بتاعت الحاجات دي، هتعملها ازاي؟ هتيجي عندي هنا على الليبل، تدوس عليها، بتلاقي هنا التكست 3 نقط دول بتدوس عليهم بيظهر لك الشكل ده. طيب بيقول لك دلوقتي انا هظهر لك الاول السم توتال سيلز تحتيها اللوكيشن. طب انا عايز العكس، باخد اللوكيشن كده كات واجي قبل التوتال سيلز واضيفها بالطريقه دي كده. طيب لما اضيفها دوست ابلاي، بص عمل ايه؟ ظبط لي النتيجه بتاعتي. عايز انسق اكتر، ببدا احدد كله، خلي الخط في المنتصف بولد، ببدا اكبر الخط بتاعي شويه ل 12 مثلا. حضرتك عايز تغير اللون مفيش اي مشكله. طيب دوست ابلاي، الموضوع كده بقى منظم اكتر. بعد كده ادوس اوكي، فكده الموضوع انتهى معايا. ما ننساش طبعا، ما ننساش ان احنا نبدا نغير اسم الشيت فوق بالطريقه دي، دبل كليك واقول له والله مثلا ده توتال سيلز باي لوكيشن بالصوره دي كده، وابدا اعدل التنسيق بتاعي. خلي مثلا هنا خط هنا بالصوره دي كده، ابلاي، الدنيا اتظبطت معايا اوكي، مفيش اي مشكله. لحد هنا الدنيا تمام. طيب نفترض مثلا الالوان هنا مش متناسقه. زي ما اتفقت او لما كنت بشرح، الالوان لازم تكون معايا متناسقه، يعني لازم تكون في تدرج في الالوان او البوينتس دي. طب الكلام ده انا اظبطه ازاي؟ انا عندي في الجزء هنا الستور لوكيشن ممكن ادوس
على السهم دوت واقول له الفورمات، وابدا اشغل الفورمات بتاعي او ابدا اظبط الفورمات، او ادوس دبل كليك هنا على اي لون انا مش عاجبني. طب مثلا انا همشي باللون الازرق او التدريج بتاع اللون الازرق، فمثلا عندي في الجزء الثاني او في اللوكيشن الثاني دوت ادوس عليه دبل كليك فيظهر لي الالوان. طيب هل هو محكمني بالالوان دي بس؟ لا، انا ممكن هنا اجي افتح واختار اي تدرج الوان. انا ممكن التدرج الالوان بتاع البلو. تمام. انا شايف مثلا ان انا ممكن اعملها بالصوره دي باللون ده مثلا، بالصوره دي مثلا. طيب مثلا داون تاون ممكن اخليها بلون افتح شويه. طيب الجزء الاخير ممكن اخليه بلون افتح خالص. طيب دوست ابلاي، الموضوع بالنسبه لي بقى افضل. طب حضرتك مش حابب الالوان ديت، ممكن تاخد اي تدرج الوان تاني. اي تدرج الوان يعجبك ممكن تختاره. يعني مثلا ممكن اختار تدرج الالوان ده، اختار اي الوان هنا عشان يكون الدنيا معايا متناسقه شويه، فالدنيا ظبطت معايا. بس ما تخليش الالوان بعيده شويه، يعني ما تخليش يعني ما تدخلش اكتر من 3 الوان او لونين. فظبطنا البوينتس ديت، دوست اوكي، الموضوع بالنسبه لي بقى مهيكل اكتر. فباجي هنا عند شيت 2 دبل كليك وايه، واسمي الشيت 2 بتاعي. طيب خدنا تو تشارت النهارده، نبدا نشوف الكلام ده. طيب نحطه على الداشبورد ازاي؟ انا هاجي عندي هنا في البلاس ديت بلاقي حاجه عندي نيو داشبورد، بدوس عليها فظهر لي داشبورد جديده. زي ما انتم واخدين بالكم السايز بتاع الداشبورد مش افضل حاجه، فباجي هنا عند السايز بدوس عليه واقول له والله الرينج بتاعي خليه اوتوماتيك، فظهرت لي بالصوره اللي انتم شايفينها دي. طيب انا عايز دلوقتي اضيف التشارتس بتاعتي. عندي هنا شيت 1 وشيت 2، بصوا ظاهرين لي فين على الشمال. فببدا اسحبهم دروب داون هنا. طب بص لو جيت سحبت مثلا برودكت كاتيجوري ضفتها، انا حطيتها في الشيت كامل بس مش عارف اتحكم فيها، مش عارف ان انا اخدها انزلها شويه اكبرها اصغرها، مش عارف. طب الحل ايه؟ اعملها كلوز، واجي عندي هنا تحت في حاجه جنب الجزء دوت اسمه فولتنج، بدوس عليه ببدا اضيف تاني الداتا بتاعتي. هنا اقدر بقى اتحكم في التشارت بتاعتي. طيب زي ما انتوا واخدين بالكم التشارت بتاعتي اقدر اتحكم فيها مهما صغرتها او كبرتها، ببدا اتحكم فيها بصوره طبيعيه جدا. عندي هنا اليونتس دي الاجمالي، والله حضرتك عايز تسيبها تمام، مش عايز تسيبها بتبدا تعمل لها كلوز من هنا وتبدا تسيب الشكل ده. طيب زي ما اتفقنا انا دايما في التشارتس بتاعتي لازم اعمل حاجه اسمها بوردر. فبعمل بوردر ده ازاي؟ باجي هنا عند اللاي اوت من فوق واقول له والله في البوردر هنا اعمل لي بوردر بالصوره ديت. لو خرجت بره التشارت، ثواني، بوردر الشكل ده، خرجت بره التشارت البوردر معايا كده اتعمل، مفيش فيه اي مشكله. طيب نسحب الداشبورد التانية ونشوف. ادي التشارت التانية ببدا اظهرها هنا الصوره دي كده. انا كده عملتها، ابدا اوسع برضو المساحه بتاعتي عشان الارقام تظهر، مفيش فيها اي مشكله. طيب انا دلوقتي عندي هنا التوتال ده بالنسبه لي انا مش هحتاجه لان اوريدي كده كده النسب ظاهره معايا. باجي امسح دي برضو نفس الفكره، اعمل بوردر وابدا احدد. طيب عملنا البوردر، ببدا انسق التشارتس بتاعتي بالصوره دي كده زي ما انتم شايفين. طيب بعد كده بنكمل الداشبورد بتاعتنا. النهارده احنا خلصنا، انا شرحت اهم البوينتس في التابلو. من اكتر الطرق اللي انت لو قفلت السيشن تقدر انت اللي تكمل، مش هتستنى سيشن 2 او 3، لا هتقدر تكمل مع نفسك عادي جدا. طيب انا باذن الله انزل سيشن تانية هشرح فيها اكتر في حاجات ادفانسد اكتر، نعمل كالكوليشن اكتر، نعمل معادلات، نبدا نعمل داشبورد كامله، نعمل سلايزر، نعمل فلتر، كل الكلام ده نقدر نعمله. بس الفكره انا اديتك البوينتس في سيشن 1 اللي انت تقدر بعد كده تفكر وتطلع بيها نواتج تانية من غير ما انا اكون موجود. فان شاء الله اشوفكم في السيشن اللي بعد كده. بالتوفيق للجميع، ويا رب اكون افدتكم بالفيديو دوت.